وزي ما قلت في البث بتاعي امبارح، انا كنت سبب طفح المجاري على ربع العدويه لما سدينا المجاري انا واصحابي من عند التامين الصحي في شارع الترع. الكلام ده محدش يعرفه نهائي. الكلام ده انا بقوله على قناتي بس. اوكي. زي كده الجدار العازل لما قلت لكم الاسمنت منين والحديد منين ومين اللي واخد كوميشن. يعني انا عندي بص، الكلام اللي بقوله ده ما فيش صحفي يعرفه. فاللي كانوا موجودين في رابعه والنهضه سوريين وغزاويه وحمساويه، وهم اللي كانوا بيقتلوا المتظاهرين في ميدان التحرير. وقلت برضو ان انا شفت على اليوتيوب طليان في وسط البلد في الفنادق بيصوروا ناس من على الفنادق قناصة مش تبع الشرطة، رابطين كده الحاجات بتاعت الحمساوية دول، وبيضربوا الناس بالنار في الشارع وبيقولوا بص بص هو بيضرب الناس في النار في الشارع. انا عمال ادور على الفيديوهات اللي انا شفتها في 2011 دي، كنت ساعتها في الكويت، مش لاقيها. تمام انا معاك، بس هي دي بداية دخولهم. هي دي كانت بداية الدخول والبلد اتفككت. ما هو انت البلد ثابت يا حبيبي. لا دول اكتر من 30 مليون لانهم خلفوا. فيا استاذ محمد انت في الوقت ده لغاية سنة 18 انت كنت بتحارب ارهاب على الاربع جهات غير سينا. واسرائيل على طراطيف رجليها انها اول ما هيحصل حاجه تخش عليك تاخدها. يعني الازرق على طراطيف رجله كده، اول ما تحصل رصاصه تتضرب عليه من سينا يخش لك. فما كانش في دماغك دول في الاخر واغش. يعني كل مهما كان عددهم فهم واغش، مش هيبقوا اقوى لا من التتار ولا من فريزر ولا من الانجليز نفسهم ولا من الاخوان نفسهم. يعني اللي كانوا حاكمين مصر احنا مشيناهم، مش هيبقوا اقوى منهم. بس وقتها البلد كانت عريانه وكان في حاجات اهم منهم. ليه؟ عشان زي ما قلت احنا غيرنا الحكومه في اسبوع، البلد ثابت. وده بقى اللي الناس الجهله ما كانوش فاهميني وبيقولوا عليا انا فلول. حتى امي قالت عليا فلول، اخواتي قالوا عليا فلول عشان كنت ضد اللي بيحصل. تخيل صحابي بقى والزنبقه من المصريين وانا في الكويت كانت عامله ازاي. دول كانوا عايزين يرفدوني من شغلي. استاذ محمود عبد السلام. فلول يا استاذ يلمز يعني تبع النظام البائد، تبع النظام السابق، تبع مبارك. ده فلول وقتها. فخليني بس يا استاذ محمد عبد السلام اجاوب. استاذ اهو قال لي صح مظبوط. يبقى البلد وقتها يا استاذ محمد ايجيبشن كانت عريانه. فكان عندي ارهاب وهم كانوا من الارهاب. بس النهارده اوكي البلد خلاص فاقت. وللاسف جولدا مائير قالت ايه؟ ولادنا في يوم من الايام يا عرب هيحكموكوا. فانت بقى يا عم مزبولي من الناس دي. اصل الريس مش السوبرمان ومش هيعمل كل حاجه لوحده. ومحدش يقول لي ان هو يعني لو هيقعد يقرا في اوراق وتقارير مش هيشتغل. لو الرئيس هيقعد يقرا في اوراق وتقارير مش هيشتغل. فانت النهارده يا مزبولي المدير انا بديك ده، وقلتها امبارح. انت بتعمل عليه اكشن بلان، انت بتعمل عليه خطه تنفيذ بالوقت بي. انا باخد منك النتيجه. حصل اللي انا عاوزته في الوقت الفلاني ولا لا؟ واكتر من
مؤتمر اتعمل، الريس كان بيقول لهم اتأخرت ليه دي ودي اتأخرت ليه؟ لا أنا ما عنديش وقت. طبعا، أكيد طبعا فاسد، مدبولي فاسد. هو مين مسؤول في الدولة المدنية مش فاسد؟ احنا عايزين يا أستاذ محمد شعب يراقب على الشعب. احنا عايزين شعب يراقب على الشعب. اوكي، علشان انا قلت في بثوث تانية يعني هعمل لك ايه اكتر من طريق السويس مثلا، القاهرة السويس 5 حارات وبنخبط في بعضينا. ليه بنخبط في بعضينا؟ علشان الناس بتشتري الرخصة، فالمشكلة جاية من مكتب المرور. بنشوف العسكري في الهرم بياخد 5 يورو من هنا و2 دولار من هنا، وفي الحسين ماشي ورا السعودي بيقول له النبي اديني حاجة لله، عسكري الشرطة. فتخيل عسكري الشرطة ده بيعمل ايه مع سواق الميكروباص وسايب اللاجئ سايق من غير رخصة.